السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. يا أهلا بيكم. النهاردة بقى هنغوص شوية في أغنية فضل شاكر الجديدة الحب وبس، اللي هي نزلت في يونيو 2025 ولسه الناس بتتكلم عنها. أهلا بيك. معانا النهاردة بقى مصادر كويسة، الكلمات نفسها موجودة، وكمان تحليلات فنية ونقدية مفصلة ليها. تمام؟ والمهم بقى أو هدفنا إننا نفصص الأغنية دي حتة حتة، نفهم عناصرها المختلفة، الكلمات، اللحن، الأداء، حتى رد فعل الناس عليها. علشان نعرف ليه نجحت بالشكل ده وإيه اللي مميز فيها بالظبط. بالظبط كده. هي الأغنية فيها جمل بتخطف كده بتعلق في الذهن، زي مثلا يا أنت أنا والحب وبس. أو حتة تايه من نفسي وضعت كتير ولقيتك أنت، دي قوية قوي. فعلا بتلمس وتر حساس. طب خلينا نبدأ بالرسالة نفسها. إيه الفكرة الأساسية ورا الحب وبس دي؟ بص، الفكرة ببساطة هي إن كفاية تعقيد بقى. الأغنية بتقول كفاية علاقات متعبة وخيبات أمل، زي ما قال كفاية قلب تعباني. يعني دعوة للتبسيط؟ أيوة، التركيز على الأساس، إن الواحد يلاقي نفسه من خلال شخص واحد بس يحبه وبس. الشخص ده هو اللي بيلاقيه بعد ما كان تايل من نفسه، رحلة اكتشاف ذات بس عن طريق الحب. فكرة حلوة ومريحة نفسيا، بس مش ممكن تكون تبسيط زيادة شوية؟ هل الحياة فعلا ممكن تبقى بالبساطة دي؟ هو سؤال منطقي طبعا، ممكن نشوفها كده، وممكن نشوفها دعوة للتركيز على المهم، على جوهر العلاقات. والمزيكا هنا بتلعب دور كبير في توصيل الإحساس ده. أكيد المزيكا ليها دور أساسي. إيه بقى المميز في مزيكة الحب وبس؟ المميز قوي بصراحة هو المزج بين الطرب العربي الكلاسيكي، خصوصا في البداية. مقدمة العود دي لوحدها بتاخدك لزمن تاني، بداية قوية فعلا. وبعدين يدخل الإيقاع العاطفي الهادي المعاصر، والتوزيع الأوركسترالي كمان، شغل هاني فريد، في شغل كمانجات ولمسات إلكترونية ناعمة. ده بيدي عمق وفخامة للحالة الرومانسية. يعني شغل اخترافي مش أي كلام. بالظبط. حتى استخدام المقامات مدروس. الأغنية أغلبها على النهوند، وده معروف بإحساس الشجن والرومانسية اللي فيه. تمام. وفي نقلات معينة، ممكن في أواخر الكوبليهات بيحول لمقام الرست، كأنه بيأكد على المعنى أو بيوصل لحالة استقرار. وطبعا ما ننساش فريق العمل كله، كلمات محمد الحسيني وألحان رياض البندج، شغل متكامل. طب وصوت فضل شاكر نفسه، طبعا صوته مش محتاج كلام، بس هل قدم جديد في الأداء المرة دي؟ صوته لسه فيه نفس القوة والإحساس العالي، والمرونة في التنقل بين الطبقات الصوتية، من الهمس للحنية للجواب العالي، خصوصا في اللازمة اللي هي الحب وبس. مين غيرك يقول لي إيه؟ اللازمة دي فعلا معلقة مع ناس كتير. بس في ملاحظة لطيفة المرة دي، استخدام لكنة صعيدية خفيفة في بعض الكلمات، زي بس أو عمري. الله، دي ملحوظة حلوة. تفتكري دي مقصودة؟ أعتقد مقصودة. بتدي إحساس بالقرب أكتر والأصالة، كأن الكلام طالع من القلب بجد. وبتفكرنا شوية بأسلوب عبد الحليم زمان، لما كان يوظف اللهجة عشان يوصل إحساس معين. جميل. طب والكليب؟ الصورة بقى ماشية مع نفس الخط ده؟ الكليب برضو مكمل الحالة دي. الإضاءة فيه مهمة جدا، الألوان دافية زي الذهبي والأرجواني، ومشاهد الغروب بتدي إحساس رومانسي وحالم. واللقطات نفسها فيها رمزية، يعني لما تشوفيه بيعزف عود لوحده كأنه بيرجع لأصله. ومشهد حقل القمح ده كمان ممكن يتفسر كرمز للبساطة والخصوبة والشراكة. كله ماشي في اتجاه البساطة والعمق ده. طيب الناس بقى استقبلت ده إزاي؟ الأرقام والتعليقات بتقول إيه؟ الاستقبال كان قوي جدا. الأرقام الأولية كانت مبهرة، حوالي 5.2 مليون مشاهدة على يوتيوب في أول يومين بس. ياه، ده كتير فعلا. ودخلت كمان توب 50 سبوتيفاي في مصر والسعودية. ده غير بقى مقطع الحب وبس، مين غيرك يقول لي إيه، اللي انتشر قوي على تيك توك وريلز. أكتر من 15,000 مقطع اتعمل عليه. لا، انتشار كبير فعلا. طب والتعليقات الناس حبتها؟ التعليقات أغلبها إيجابي جدا بصراحة. كتير كتبوا حاجات زي فضل رجعنا لزمن الطرب الأصيل، أو الأغنية لمستنا. والنقاد؟
حتى النقاد كلامهم كان كويس بشكل عام. ناس أشادت بنقاء صوته وإحساسه، وقالوا إن الأغنية دي زي هدية عاطفية. وفي اللي شاف إنها بتعبر عن نضج فني أكبر، مقارنة كان بأغاني تانية ليه كانت إيقاعية أكتر، زي مثلا وغلبني. طب لو قارناها بسرعة كده بأغاني تانية اللي نزلت قريب زي وغلبني أو أحلى رسمة. هي مختلفة. الحب وبس رايحة أكتر لمنطقة الطرب الكلاسيكي بتوزيع مودرن، وموضوعها تأملي وهادي، غير وغلبني اللي كانت إيقاعية وفيها روح خليجية، أو أحلى رسمة اللي كانت أقرب للحوار العاطفي. كل واحدة ليها سكتها. تمام. يعني نقدر نقول إن الحب وبس دي تعتبر إضافة مهمة لمسيرة فضل شاكر في 2025؟ بدون شك الأغنية دي بتوضح قدرته إنه يعمل التوازن الصعب ده بين الأصالة اللي الناس بتحبها فيه وبين إنه يكون معاصر. بيستخدم أدوات المزيكا الحديثة بذكاء عشان يخدم الطرب، بتثبت مكانته كرمز للطرب المعاصر. ونختم بسؤال كده للمستمعين يفكروا فيه. هل أغنية زي الحب وبس بتركيزها ده على البساطة والمزج الموسيقي ده ممكن تكون بداية لاتجاه جديد للأغنية الرومانسية العربية في زماننا المعقد ده؟ ولا هي مجرد تأكيد على بصمة فضل شاكر الخاصة اللي دايماً بيعرف يربط فيها الماضي بالحاضر؟ سؤال مفتوح.